ازيكم يا شباب وعاملين ايه واهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو ده يا صاحبي هنجرب مع بعض اللي بيه التركي اللي هو كان نازل في باكج عدل اختار ايدج كروسنج. هنجربه في الماتش ده يا صاحبي مع بعض، وهقول لك برضو في نفس الفيديو تختار مين من الباك لو لسه ما اخترتش. فيلا بينا يا صاحبي. حاسم في توقيت رائع، يلعب كروس جميل. بس هو مشكلته يا شباب ان هو بيلعب بالرجل الشمال، بس هو بيلعب بالرجل اليمين قصدي. بس هو الرجل الشمال عنده برضو قوية فعادي يعني. فيردي كاديو لا هو اعترضوا طريق فريدي. البينية بنجاح. سيرة متكرر الآن من خلال هذه التمريرات. هذا الأسلوب يمثل مشكلة بالنسبة لي، لأنه بحاجة دائمة لمراقبة من يحاول انطلاق والركض خلفه. فريدي كورة. التمرير المرتفع والمنخفض، فدي هضيفها له هو عنده العرضية لنقطة محددة، ودي كويسة، بس تمرير الكرات البينية تبقى أحسن. فريدي ليه؟ ماشي. وحش. ماشي. كانافارو. فريدي. ماشي يا فريدي. ماشي يا فريدي. 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 حلو أوي فريدي. ماشي. تمام. يلا بينا. حلو أوي. روح. روح دربسون. واحدة بوش رجل. ياه. ماشي روميرو طبعا. أكيد غير سعيد بهذا التدخل. أليكسيس. انطلاقة رائعة من جهة اليمين. توغلوا فاتنا. عايز اجربك يا فريدي دفاعيا، بس حتى الان انا مش عارف اجربك دفاعيا. حتى الان مش عارف اجربه دفاعيا. ماشي حلوه قوي دي. يا بيركسون يا بيركسون. بالمناسبة بيركسون ده مهاجم نزل في الباك اللي هو كان نازل، كان هو الوحيد اللي في الباك الشو تايم او البيك تايم قصدي. جالي من المجانية، وحرفيا هو مهاجم جامد جدا جدا جدا. هو راجل مسجل حوالي 150 هدف في حوالي 170 مباراة او حاجة زي كده. فلو جه لحد ومقعده على التكة فلا يديله فرصة أساسي. أنا بالنسبة لي بلعبه أساسي، لأنه عنده مهارة من أقوى مهارات التسديد وهي اللو سكريمر. فبالنسبة لي لا، بالنسبة لي الراجل ده أساسي. فريدي. فريدي. والتسديدة يا الله يا الله يا فريدي، عاش قوي. عاش قوي، كانت ممكن تبقى هدف دي. يا لو كنت. خد يا فريدي. روح يا فريدي. روح يا فريدي. زلاتان فيردي ابراهيموفيتش مش كاديوغلو تلحق زلاتان، صعبة يا زلاتان، صعبة ليه يا زلاتان. كرة بالعرض رأسية عرضية ممتازة. ويعني المفروض هدف أول، بس ماشي ضاعت. انا عملت عرضيه باليمين اول حاجه، فيعني نشوف الراجل هيقدم معانا ايه. بقول لك ايه، ثواني كده. تعالى كده يا فريدي. على دماغك يا رايكارد، اتمنى تحطها. ماشي يا رايكارد، خليك تزن فيك يا رايكارد. ارفع فريدي. كرة عرضية. حط. حط.
ماشي روح يا فريدي. مش جات حفاظية لك كرامتك حتى وجات لك سمع اسرع صافرة اسرع النهاية. اسرع 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 لم احسن تظهر من الارتكاز اللي خدناه مجاني. روح فريدي. سريعا هنا روح بهدف فريدي. روح مبكر فريدي غير لوحدك متوقع لوحدك يا بالمرة. فريدي. هدف لوحدك يا ربما يكون فريدي. مش فاهم ايه المشكلة صراحة. اوسلاتان هرب. يا ولد يا فريدي يا ولد يا ولد يا ولد. اوف. لولا سرعتك والله لولا زلاتان سرعته. أظهر كبيرة في الموضوع. ده 10/10. 10/10 دفاعيا. 10/10 دفاعيا. 10/10 على بعض دماغ زلاتان ده طبيعي. تشتيت بس الحمد لله مغطيين عليه. كبير. ماشي 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 ماشي. ايزي هنا ايزي محاولة ايزي ايزي جيدة. ايزي ايزي. يتطلع لاستغلال هجمة المرتدة. تحول سريع في الملعب. شعرية دي فهينية حلوة أوي. تعالى يا عم ابراهيموفيتش هوديك واجيبك. طبعا انت مستمر تدافع بابراهيموفيتش. أداء كبير فريدي ودي الناحية جدا. التانية. كرة طولية في اتجاه حلو أوي. وروح. أليكسيس ماكاليس. روح فريدي. روح فريدي. روح فريدي. روح فريدي. روح فريدي. لمسة روح ساحرة فريدي. هنا. انطلاق ضغط. باستعادة الكرة. لا 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 دريبلينج يعني ايه ده؟ ايه يا جدعان ده الدريبل ده؟ كان واضح انه عازم على دريبل مش الاستمرار في طبيعي. الامام. يريد تدخل الدفاع لحرم. دريبل لاعب اسطوري حقيقي. يعرف انه كان عليه بدء مجهود اكبر في التمرير البينيه حتى لا يقطعها الدفاع. من على واحد مش رجولة كباتن. انزاجي. مرحبا بيك يا انزاجي في المفرمة. ايه يا أوركان انت هتقرفنا يا أوركان؟ تعالى يا عم زلاتان بيه. تعالى يا عم زلاتان بيه. يا جدع يا جدع. اللعبة اللي اتلكت. وضع على هذا الشكل يجب ان يكون هناك تدخل كبيره بين اللاعبين عارضيه الملعب. وهو دخل ويقطع الكره. رائع جدا في توقع مسار الكره. تصل الى بيليه. يمكن بس على الهادي خالص. بص يا صاحبي بقى وبالمختصر وفي دقايق معدودة احنا عايزين نختار لاعب من الأربعة. فمثلا انت دلوقتي عايز ال بي فهتختار مين من الاتنين ال بي. الجدال محسوم. اختار فيردي كاديولو. ليه بقى؟ اقول لك انا ليه. لان فيردي ظهير مهاجم. تمام. بيلعب برجله اليمين بس عندك نقطة مش فيش حد واخد باله منها. وهي ان انت عندك دقة القدم الاخرى مرتفعة. بس شكرا. وكده الاتنين هيبقوا زي بعض الى حد ما. لكن اورايلي للاسف هو يعني فول باك فينيشر اللي هو ظهير هداف. الظهير الهداف ده بيطلع لحد هنا يعني بيطلع كده. بيطلع هنا وبيقعد هنا ولا فحرفيا هيبقى رخم. هتبقى تحس ان انت بتلعب بثلاث مدافعين بس ورا. يعني هتبقى بتلعب بدول بس. تمام. دي نقطة أنا من اللي بي أحسن. النقطة التانية أنا محتاج مدافع مع خدتش ماركينيوس. فما انصحكش تجيب دي ليخت. يعني ما انصحكش تضيع على نفسك عقد الاختيار لو انت مثلا محتاج نص ملعب وتجيب دي ليخت عشان انت تظبط الدفاع. لا انت ممكن تعمل حاجة بسيطة جدا. هتعمل كده. هتعمل كده. هترجع هتلاقي اللعبة بتقولك والله انا مديك يعني مديك سنتر باك محترم. معاه مهارة قوية جدا من مهارات الدفاع. طاقته الدفاعية كويسة 191 سنتي فطويل. فهيعوض موضوع الاريال فورت ده بالطول اللي هو الجامد أوي. تمام تمام. ده كده بالنسبة لدريخ. لو انت بقى عايز نص ملعب فطبيعي تختار اكيد كيميتش يعني لانه معاه فيجن باص تقريبا. فهيفيدك كتير. بس ده ملخص تختار مين فهو الاختيار على حسب تشكيلتك. لو انت مش محتاج اي لاعب من الاربعة
فانت شوف بقى انت اللاعب اللي انت ميال له اكتر او اللاعب اللي انت عايز تختاره اكتر واختاره. بس الموضوع سهل جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الكلمتين دول. وما تخليش حد يقول لك ابعت تشكيلتك واقول لك تختار مين ومش عارف ايه. انت اختار الاختيار على حسب اختيارك انت، على حسب تفكيرك انت، على حسب انت عايز مين. عشان ما تجيش مثلا واحد يقول لك اختار مثلا فيردي كاديولو، تيجي تختاره وتلاقيه مثلا وحش. فلا، يا ريتني كنت اخترت ديليخت. انا كنت عايز اختار ديليخت من الاول، والنقطه دي عشان النقطه دي بس كده يا صاحبي. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، واتمنى تكون عرفت خلاص تختار مين. واتمنى يكون فيديو تجربة اللاعب عجبكم، وتكون استفدت وتعرفت هو كويس ولا وحش. بس كده انا وصلت للنهاية. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.